السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، إن شاء الله تكونوا كاملين بصحة وعافية. ونبدو هذا الفيديو بهذا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب لا تدع لي أمرا في صدري إلا وحللته لي، ولا حلما سكن في قلبي طويلا إلا ويسرته لي، يا أرحم الراحمين. اللهم آمين، اللهم آمين. إذا نبدو بسم الله. اليوم باغي نخدم معكم الفطيره. سبق وانني درتها، الفيديو راه قديم شويه وطلبوني بزاف ناس باش نعاودها. اذا وهذا الفطيره زدت لها برك لمسه. قبل كنت نديرها غير بالخماره نتاع العجين، ودركا زدت لها مغرف صغيره نتاع خماره نتاع الكاطو. كما راكم تشوفوا عندنا 2 كيلات نتاع سميد عفوا رطب وعبر نتاع سميد متوسط. الا ما عندكش السميد المتوسط ديري كل شيء يعني رطب. ونزيدو كل كيله نديروا لها مغرفه صغيره نتاع السكر، يعني 3 ملاعق سكر صغار. نزيدو ملعقه ولا نصف ملعقه صغيره نتاع الملح، وملعقه صغيره نتاع خماره نتاع العجين. واللمسه اللي غادي نزيدها هي ملعقه صغيره نتاع خماره نتاع الكاطو لا ليفور. هاد لا ليفور هي اللي تخلي الفطيره نتاعنا طريه لكن مقرمشه. وقبل ملي كنت نديرها غير بالخماره نتاع العجين تجي صح، تجي شابه، لكن تجي فيها واحد الطراوه من بعد تطرى بصح الفارين لا ليفور تخليها مقرمشه. اذا نزيدو نصف عبر نتاع الزيت، ونبسو جيدا السميد نتاعنا، ومن بعد نبدو نحطو الماء تدريجيا حتى نلمو العجينه نتاعنا وما تعجنيهاش. الفطير هذا ما يتعجنش، والفطيره باش تنجح لك لازم تكون العجينه شويه مشدوده، يعني شويه قاصحه ماشي بزاف، بصح ما تكونش طريه على خاطرش ما تنجحش. اذا نلبسو جيدا ونلمو السميد نتاعنا بدون ما نعجنوها، يعني غير بالصبع نتاعنا ونلموه.